السلام عليكم متابعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفلون غويا. الفلون كيجي روعه ديال تحميره الوجه ديال الضياف وديال وليداتكم، وانا كنقول لكم احسن ما كاين مع ديروا هذا الفلون مع وليداتكم وتاكلوه ان شاء الله فهاد الصيف. راه كيجي روعه وعير شويه كيشبع حيت فيه اللوز او كاوكاو كما حبيتو. راه كيجي روعه ولديد، واحد اللذه فيه غزال. شوفوا كيجي وديك البرده ديالو كتجي زوينه، واي مول بغيتو ديروه ما كاينش المشكل. وراه ساهل ماهل كما كنقول لكم. اجيو معايا. اول حاجه غادا نبدا بالكراميل. كناخذ واحد الكاس كبير، بغيتو ديروا حتى كاس صغير ديروه ما كاينش المشكل. كراميل ما كتقيسوش المقله دائما حتى تيبدا يتحرك داك السكر، يبدا يذوب داك السكر. عاد حركوه. خذ واحد سباتيل ديال البلاستيك ولا ديال العود. صافي. ومن الافضل هذه ديال البلاستيك كيحركوا مزيان. صافي كتبداو تحركوا هكايا. راه ساهل هذا الكراميل، كلشي كيعرف يصايبوه. المهم هي المشاركه معكم. راه كيجي غزال هذا الفلون، كيجي واعر. ولا عندكم الفلون داك سمحوا لي الكراميل الجاهز ديروه ما كاينش المشكل. اللي عندكم كديروها. عندكم السكر صايبوا هذه الطريقه، ها انتم راه ساهله. صافي كتبقاو دوروا. عنده واحد 2 دقائق 3 دقائق ها هو واجد. صافي. هانتوما عوا يحديو معاه باش ما يتحرق لكمش، حتى كيولي بحال هذا الشكل هكايا. وكتختاروا المول اللي بغيتو. المول اللي بغيتو ديروه. انا غندير في هذا المول مدور. نتوما لكم الاختيار متتبعي الكرام ديالي. المول اللي عندكم في الدار ديالكم موجود كتستعملوه. هانتوما هذا المول راه ما شاء الله موجود في الاسواق. ولاو العجب موجود ديال المول. صافي كندور هكايا وكنحطو جانبا. كنسبقوا دائما هذا الكراميل هو الاول. هانتوما نحطو جانبا. وغادا ندوز باش نصايب الفلون. الفلون تاني راه ساهل ما هلكيه. خديت واحد الكويميله هكا باش كتهز ليا داك ليطره الحليب، ولقيتي ساع فين نحرك. ولا عندكم كاسروله كبيره ديروا فيها. عندي ليطره الحليب انا غادا ندير غير النص دابا، ونص نخليه من بعد حتى كنحرك داك الخليط كله. واحد معلقه ديال السكر، 2 معالق ديال الحليب بودره. وغادا ندير هاد اللوز محمر، يعني بجلوف ديالو بكلشي. لو كاس كبير. عندكم حتى كاوكاو كتحمروه في المقله الهوائيه ولا في الزيت ولا في الفران وديروا اللي بغيتو. المهم كيجي محمر هكا. وطحنوه مزيان نيلوه مزيان. صافي. وغادا ندير كاس ونص ديال لاكريم ليكيد ديال كامل الدسم 30%. انا ما عنديش ديال العبار ديال ليطرو، درت هادو 3. عندكم 3 ديروهم. عندكم ديال الايطرو راه كيتباع الايطرو كديروا كاس ونص. راه كيعطي واحد المذاق وواحد اللذه. كيجي في داك الفلون كيجي غزال بنين بزاف. صافي. نتمنى يكون الشرح واضح. كما قلت لكم اللوز عندكم ديروا اللوز، ما عندكمش ديروا حتى كاوكاو راه كيتمشى عادي. وكنخلطوا مزيان هذاك الخليط ديال اللوز ولا والكراميل ديك لا كريم ليكيد. وعندي الفلون هنا فاني. انا العود فاش راح تكون السيترو كنديروا فيه وحده، انا غندير 3. هانتوما باش دائما أنا الفلون ديالي كندير فيه 3. الا كان السيترو كندير فيه وحده ونص، كان يطرو كندير فيه 2. كندير فيه 3 سمحوا لي. صافي كنحرك هادوك 3 ديال الفلون كنقطعهم كلهم. نحيد هذيك وحده طاحت ليا هي هاد الباكيه فيها 4. صافي نحل هذاك الفلون كله ونخلط مزيان حتى كيتخلط لينا داك السيترو مع داك الخليط كله. وعاد كنزيد الحليب الاخر. ها انتم عاد غنزيد السيترو الاخر، يعني هي ايطرو على حساب الكونتيتي ديالكم وديال عائلتكم. الا بغيتو ديروا غير نص ديال الكونتيتي كديروا نص الكونتيتي. ولكن هذا والله العلي العظيم الا واخا يبقى حتى 4 ايام 5 ايام وكتاكلوا عاد كيزيان داك الفلون. عاد كيزيان. انا بقى عندي مع 3 ايام ولا شنو والله العظيم حليت عليه لقيته غزال. صافي. وكديروا فوق البوطه مع تحركوا المستعمر التحريك المستمر. وحصه ديال الفاني. لا عندكم الفاني الاخر ديال داك العويد كديروا شويه. عندكم القطرات كديروا قطرات. عندكم ساشيه كديروا ساشيه. ملي كيبدا يطبخ هكايا صافي ديال الحليب ديالنا او الفلون ديالنا راه موجود. صافي ها وجد لينا. غادا ندوزو للمول ديالنا. المول ديالنا ها هي. شوفوا داك لا كريم كراميل جمط عليها. صافي. وكنكبوا داك الحليب ديالنا ونخليوه هكايا فوق البلون طرافاي واحد 20 دقيقه ولا 15 دقيقه. عي كتبرد لينا شويه. وكندخلوها الثلاجه عندها واحد ساعه ونص حتى لساعتين. وكتخرجوها. ها انتم ملي خرجناها شوفوا كتقلبوا المول على فمها. شوفوا راه داك اللوز كيجي روعه روعه روعه. نتمنى تجربوه. بغيتو ديروه في عندي فيديال يعني بوحديتها. ديروا الكويسات بوحديتهم او لي مول ديروهم ما كاينش المشكل. المهم هاد المول هادي عائليه ديال تحميره الوجه. كديروها حتى فوق. راه دايرها في اليوتيوب. دايره لي فرويل تحت ودايره هي الفوق. ديروا كيما حبيتو. ولكن هكا راه عرفتي غزاله صراحه زوينه بزاف. صافي كتاخدوا واحد الموس وكتبقاو ديروا ديك الجنيبات هكا. شوفوا غير باش ما تلصقش. وصافي هي راه ما كتلصق ما والو. كندوز ثاني الوسط هكا ديال المول وكندورو هكا بشويه الموس. صافي عير الفوق هكايا. وكنديرو في الطبسيل ديال التقديم ديريكتومون. ما كاين ما كتلصق ما والو. ها انتم كلشي قدامكم. وكنبقاو نخلطوا هذيك المول هكا باش كيهبط داك الفلون ديالو. وقعدوا بالموس هكا حيت كتلصق هكا في الطبسيل.
صافي ها نتوما 1 2 3. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، قل هو الله أحد. شوفوا على منظر كي داير. بغيت تعمروها بالوسط هكا بالفروي عمروها، أنا درتها غير بوحديتي ما عندي لا ضياف لا حتى شي حاجة، درتها عرّكتها فيها زوينة لذيذة كتجي غزالة بصراحة زوينة، زوينة. كيما قلت لكم كتبقى في الثلاجة ما كاينش المشكل، ما كتخسر ما كيطلق داك الحليب لا ما لا حتى شي حاجة، كتجي زوينة. شوفوا كي دايرة بداك اللوز أو كاوكاو، ديروا اللي بغيتو. بغيت تعمروها حتى بالوسط كيما قلت لكم بالفروي، ديروا فيها التمر، الكركاع، اللوز، ديروا اللي بغيتو. المهم كتجي روعة ولذيذة في هاد الصيف هذا، والصيف كيقوى فيه الضياف ما شاء الله، وديال الحفلات. وهاد الفلون اللي عطيتكم ديروها حتى في الحفلات في أي حاجة كديروها. ونتمنى إن شاء الله تجربوها، وإلا عجبتكم البارطاج مع الأهل والأحباب ليصلكم الجديد دائمًا. ودائمًا لايك ولي كومونتير الزوينين ديالكم اللي كيعجبوني، وكنقول لكم نخليكم مع هذا المنظر الزوين. وشكرا بزاف، وسمحوا لي الا ثقلت عليكم، وتنقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله. مع السلامه، ميرسي.